كشفت تقارير إخبارية على التفاصيل ديال صفقة انتقال اللاعب المغربي منصف زكري من ماشلي البلجيكي لفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي. واكد الصحفي البلجيكي ساشا طافوليري بلي منصف زكري وافق ينتقل للنادي البرتغالي بعقد كيمتد ل4 ديال المواسم. وذكر نفس المصدر في وقت سابق بلي ماشلين وسبورتينغ لشبونة اتفقوا على التفاصيل الماديه ديال الصفقه، فين غيدفع النادي البرتغالي 3.5 مليون يورو باش يسيني مع الظهير المغربي، بالاضافه للحوافز والمتغيرات. هذا اللاعب اللي عنده 17 سنه كيتعتبر من اللاعبين الصاعدين في الدوري البلجيكي، وسبق ليه يلعب مع المنتخب المغربي تحت 17 سنه. تقدم اللاعب المغربي ريان توزغار رسميا الصحافه بعد ما سينا رسميا مع فريق ستاندارد ليج البلجيكي اللي معروفه من اعرق الفرق في بلجيكا حتى العام 2029 مع امكانيه التمديد لموسم اخر. اللاعب جاي من فريق باو فرنسي ديال الدرجه الثانيه، واستغل توزغار الفرصه باش يهضر على مشروع ستاندارد ليج والدور ديالو في الفريق. وما كانش اختيار توزغار للستاندارد ليج غير صدفه وصافي، بل على ود المشروع الرياضي باش يكمل مسيره كرويه. وقال هضرت مع المدرب وشرح لي بوضوح المشروع الرياضي ديال النادي، وكنظن بلي هذه خطوه مثاليه في المسيره ديالي. ستاندارد ليج فرقه تاريخيه وعريقه وكيشرفني نكون هنا. الهدف ديالنا هو نرجعوا النادي لبلاصتو الطبيعيه، وخاصنا نكونوا طموحين. وبعد ما دوز فرق بحال تولوز، نيم، غانغون، انضم توزغار لنادي باول الفرنسي في الدرجه الثانيه، في لعب 35 مباراه في الموسم اللي فات. وخلال المسيره ديالو لعب ريان جميع المراكز ديال وسط الميدان تقريبا، وقال نقدر نلعب بزاف ديال المراكز، ولكن البلاصه اللي كتعجبني وكنحس فيها بالراحه واللي كنعطي فيها كاع داكشي اللي عندي هي مركز وسط الميدان المحوري. المدرب ديال الفريق الجديد قال كيعطي مساحه كبيره في الملعب، ولهذا السبب سينينا معاه وتبدا داكشي نيت في التدريب والمشاركات القصيره ديالو. وزاد المدرب ختم الهضره ديالو قال هذا هو بالضبط نوع اللاعب اللي كنا محتاجين ليه. على النادي ناك بريضة الهولندي اللي كينشط في الدوري الممتاز على تجديد العقد ديال اللاعب المغربي الشاب عمران نزيه بشكل رسمي باش يكمل الارتباط ديالو بالفرقه حتى العام 2028. وكتبين هذه الخطوه الثقه الكبيره اللي حاطها الاداره التقنيه للنادي ناك بريضة في الامكانيات اللي كيتمتع بها نزيه اللي كينشط في مركز صانع العاب، والرغبه ديالها باش تحصل موهبه من اطماع الفرق اخرى اللي كتقلب على المواهب الشابه في الدوري الهولندي. وكيتعتبر بقاء نزيه اللي عنده 20 سنه في الفريق خيار استراتيجي كيضمن ليه يلعب دقائق اكثر، وهذا الشيء امر حاسم باش يطور النضج الكروي ديالو عوض ما يبقى في دوكه الاحتياط في حاله الانتقال ديالو لشي فريق كبير. وكيهدف النادي الهولندي من خلال عقد طويل الامد ضمان استمراريه اللاعب وتامين قيمه سوقيه مهمه في حال الانتقال ديالو مستقبلا. حسم الدولي المغربي منير حدادي الوجهه الجايه ديالو من بعد ما اعلن النادي البسيط الاسباني التعاقد رسميا مع اللاعب جاي من فريق استقلال طهران الايراني خلال الانتقال الصيفي الحاليه. وعلى حساب ما جاب صحيفه الاس اسبانيا، فإن انتقال منير حدادي الالباسيتي ولا رسمي خطوه غتعزز الخط الهجومي للفريق الاسباني اللي معول على الخبره ديال اللاعب والتجربه الطويله ديالو في الملاعب الاوروبيه. وجا الانتقال ديال حدادي الالباسيتي بعد ما كان الاسم ديالو مرتبط بامكانيه الانتقال للبطوله الوطنيه، حيت دخل مع اتحاد طنجه في مفاوضات هذه الفتره اللي فات، ولكن هذه المفاوضات ما كملاتش بنجاح واختار اللاعب يكمل المسيره ديالو في اسبانيا. وكان الحدادي يدوز تجربه مع استقلال طهران في الدوري الايراني قبل ما يولي لاعب حر، وهذا الشيء اللي سمح ليه ينتقل الباسيتي بلا ما يحتاج يدفع مقابل انتقال للنادي الايراني على حساب المعطيات اللي جابتها الصحافه الاسبانيه. وعند اللاعب المغربي مسيره كبيره في كره القدم الاسبانيه بعد ما تدرج في اكاديميه برشلونه ولعب الفريق الاول، ولبس ايضا قميص فالنسيا، اشبيليا، خطافي، لاس بالماس، ليغانيس، بالاضافه للتجربه الاخيره ديالو في ايران. حسم نادي اندرلخت البلجيكي بشكل رسمي التعاقد مع اللاعب المغربي توفيق بن طيب جاي من فريق اتحاد توارقه خلال الانتقال الصيفي الحاليه. وسينا اللاعب اللي عنده 24 سنه عقد كيمتد ل4 مواسم باش يرتبط بالنادي البلجيكي حتى العام 2030، وهذا الشيء من بعد ما دوز بنجاح الفحوصات الطبيه اللي داروها في العاصمه بروكسل. وبلغت القيمه الاجماليه ديال الصفقه تقريبا 4.5 مليون يورو، داخله فيها الحوافز والمكافآت. وكيتضمن الاتفاق ايضا بوند كيعطي اتحاد توارقه نسبه ديال 20% من قيمه اي انتقال مستقبلي للاعب. ومن المنتظر باش يرتدي الوفد الجديد على القلعه البلجيكيه القميص رقم 21 في تجربه احترافيه جديده بالدوري البلجيكي. اعلنت الفرقه ديال صادريمس رسميا التعاقد مع الحارس المغربي الشاب شويب العروش اللي جاي من اكاديميه محمد السادس باش ينضم للمجموعه ديال النخبه في مشروع النادي في خطوه جديده في المسار الاحترافي ديال الحارس. بالعروش عنده 18 سنه، هو من بين احسن الحراس الواعدين في الجيل ديالو في المغرب بعد ما تدرج في اكاديميه محمد السادس اللي خرجات منها بزاف ديال المواهب، ومن بينهم علاء بالعروش اللي سبق ليه يحمل قميص ستراسبورغ الفرنسي، وبراغا البرتغالي. وفرض الحارس الشاب راسو بقوه مع المنتخبات الوطنيه في فئه السنيه بعد ما ساهم في تتويج المنتخب المغربي بكاس افريقيا على اقل من 17 سنه، فين بان بشكل كبير في الضربات الترجيحيه. وكمل بالعروش التالق ديالو في كاس العالم لاقل من 17 سنه ايضا. وفي ابريل رجع الحارس المغربي باش يثبت التخصص ديالو في الضربات الترجيحيه بعد ما تصدى 3 ديال البيلانتيات في نصف نهائي دوري محمد السادس الدولي لاقل من 19 سنه باش يساهم في تتويج اكاديميه محمد السادس باللقب لاول مره في تاريخ المشاركات ديالها في هذه المسابقه.
واختاروه مره اخرى احسن حارس في البطوله باش يطلع الاسهم ديالو كواحد من ابرز المواهب المغربيه الصاعده في مركز الحراسه، وكيتمناو في صاد ريمس يكملوا في تطوير الامكانيات ديال هذا الحارس والمرافقه ديالو في المرحله الجايه ضمن المجموعه ديال النخبه باش يوجدوا ليه الطريق نحو الفريق الاول ويكمل المسار ديالو في الملاعب الاوروبيه. وغادي تكون الانطلاقه ديال بعروش في فرنسا محطه جديده في المسار ديالو من بعد ما جمع تجربه دوليه مهمه مع المنتخبات المغربيه في انتظار يكمل التالق ديالو ويدق باب الفريق الاول ستاد ريمس في المستقبل. بين نادي اوتريخت الهولندي اهتمام جدي باش يوقع مع الجناح المغربي اسامه الصحراوي لاعب ليل الفرنسي على سبيل الاعاره هذه الفتره ديال الانتقالات. الصحراوي ما قدرش يفرض راسو مع ليل في الدوري الفرنسي ولا قريب يمشي مع امكانيه يرجع للدوري الهولندي اللي سبق وتالق فيه بقميص هيرنيفين، وكيتمنى اوتريخت يستافد من الخبره السابقه ديال اللاعب في ارديفيزي، الشيء اللي غيعاونو يتاقلم دغيا في الوقت اللي كتدرس فيه اداره ليل العرض بهدف تعطي اللاعب المغربي فرصه اكثر باش يلعب باستمرار ويطور المستوى ديالو، مع العلم ان العقد ديال اللاعب المغربي مع نادي فرنسي كيمتد حتى العام 2029. غادي يتجه المغرب خلال التوقف الدولي الجاي في شهر سبتمبر يستقبل عدد كبير ديال الماتشات الدوليه من بعد ما اختارت 10 ديال المنتخبات افريقيه تلعب الماتشات الرسميه ديالها في الملاعب المغربيه، في مشهد كيبين مره اخرى البلاصه الكبيره اللي ولات عند المغرب في كره القدم الافريقيه. وجا اختيار هذا منتخبات المغرب على حساب المعطيات اللي كتروج حيت الملاعب الرياضيه ديالها ما خداش الاعتماد من الاتحاد الافريقي لكره القدم، الشيء اللي خلاهم يقلبوا على ملاعب مؤهله باش يستقبلوا الماتشات ديالهم في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا 2027. وكتضم القائمه منتخبات موريتانيا، النيجر، ليسوتو، افريقيا الوسطى، ليبيريا، البنين، طوغو، غينيا كوناكري، مدغشقر والصومال، فين غتكون المملكه مسرح لعدم المواجهات الرسميه فتره التوقف الدولي. وكتبين هذه الخطوه الثقه الكبيره اللي ولات عند الملاعب المغربيه اللي ولات كتجذب مباريات منتخبات افريقيه مختلفه، ماشي غير حيت واجده تقنيا ولكن حيت فيها حتى المعايير اللي كتفرضها الكاف باش تستضاف المنافسات الدوليه. وما بقاش استضافه المغرب للماتشات الافريقيه حاجه استثنائيه وعابره، بل تحول هذا الشيء مع الوقت لظاهره كتعاود بعد ما لقاو مجموعه ديال الاتحادات الافريقيه في المغرب حل مثالي باش يلعبوا الماتشات الرسميه ديالهم في ظروف تنظيميه مضمونه. والا كان هذا الاقبال كيبين الحاجه ديال شي منتخبات افريقيه الملاعب كتحترم معايير كاف، فهو في المقابل شهاده جديده على تطور كبير اللي عرفته البنيه التحتيه الرياضيه في المغرب وعلى الاستعداد ديال المملكه باش تستضيف اكبر المنافسات القاريه والدوليه، خاصه وهي مكمله في الاستعدادات ديالها باش تستضيف كاس العالم 2030. على حساب مصادر مقربه من نادي مارسيليا، نيفاغارد ما عندوش رغبه الانتقال للخارج من بعد ما طلب يمشي من مارسيليا، ولات امكانيه البقاء مع الفرقه الفرنسيه وارده في المرحله الحاليه في انتظار التطورات اللي غتعرف الايام الجايه في السوق ديال الانتقالات.